مساء الفل عليكم. حلقة جديدة من كعب عالي. هنتكلم النهاردة عن حاجات جامدة جدا حصلت. احداث دوري مثيرة أوي يا انا جدعان. حاسس احنا بين دوري انجليزي. يلا بينا يلا بينا. هنبدا منين ولا منين؟ لا، اول حاجه ما اتكلمناش عن ماتش بيراميدز والزمالك مثلا يعني حصل لنا ظروف كده فما عرفناش نتكلم قوي. دي بس حقيقة. احنا هنتكلم النهارده برضو عن تفاصيل عن كل الماتشات حاجة. دي وعن كل حاجه في فاتتنا السريع طبعا. في السريع. منه. بس هي احنا جايين دلوقتي الماتش اللي يعني التصوير ده بعد ماتشات 3 ماتشات اتلعبوا في وقت واحد. منهم اول من حاجه محبط ومنهم اللي يفرح بس يعني اول حاجه الحمد لله. عايزين نقول ان نظام الدوري ده جامد جدا. فشخ يعني صراحة. انت الاخر، انت بطل الدوري هيتحدد فريق من الثلاثه آخر جولة اخر جوله. كله عنده أمل. كله عنده امل، يا هي بنسب. كونفدرالية يا دوري هي- أبطال يا يا دوري. بطولة. فنظام الدوري ده جامد جدا. يعني حاسس ان احنا ما ينفعش نغير خلاص. اول حاجه ضايف متعه، مقلل اكيد عدد ماتشات على اللعيبه. بالظبط ده نقطة مهمة. فانت اصلا انت كنت بتلعب ماتشات كتير قوي في السيزون مش لازمة. ملهاش لازمه. يعني اقعد في اخر الجولات خالص اقعد العب كهرباء اسماعيليه تبقى مضمونه والله العظيم، وطنطا والبحيره ومش أيوة عارف أيوة. ليه. لا لكن السبعه اللي فوق دول بيبقى ما عدا تلطيش. سموحه، ما عدا سموحه عشان انا عندي تعقيب على سموحه. احنا هنعمل حلقه على سموحه مخصوص. انتوا ليه بتلعبوا كوره؟ هنعمل على السواحل. ايوه. لا فنظام الدوري ده عايزين نقول له هو حلو جدا. نظام المنافسه في الدوري على قد ما فنيا الثلاث فرق عليهم كلام كتير جدا الصراحه انا شايف كده جدا، وربنا يعين حسام حسن على الكلام ده بصراحه والله. بس نظام الدوري مساعد ان يبقى برغم ان انت مش حاسس في مستويات قريبه قوي يا احمد؟ انا حاسس ان كله زباله الصراحه. بيراميدز انا قلت قريبه، ما قلتش حلوه ولا زباله، هم ولاد كلب كله بيراميدز بيلعب اهلي كوره. زمالك انت حاسس ثلاثه يعني. لو انت واحد كده من ليبي مثلا بتتفرج على الدوري تقول ايه ده؟ مين دول؟ انتوا فاهم انتوا بتنافسوا على الدوري ازاي؟ دي حقيقه. بس نظام الدوري بقى هو اللي مساعد ان الشكل يطلع الدنيا مولعه. مولع كده يعني. لا وفي ماتشات حلوه، في ماتشات تحفه يعني طبعا. في ماتش مش عارف الاهلي وبنك الاهلي ايه يا جدعان الجمال ده. انا كان نفسي بنك الاهلي يطلع. عشان كده بقول لك انا حاسس المستويات قريبه شويه والله. ايوه مش بعيده قوي يا جماعه الجبل. وفي فرق دلوقتي بقت تلعب كوره يعني حلوه على فكره. قوي. سيراميكا بصراحه كورتها حلوه قوي. البنك والله كورته حلوه. انا استغربت جدا ان هو البوزيشن بتاعه في الجدول غريب يعني. سيبك بس من ماتش الاهلي، بس هو ام تحفه والله يعني. وعنده بصراحه تحفه لما يلعب لاجلنا. يعني اول ما يجي يلعب للاهلي يعني ما تعادل معاك خلي بالك الدور الاول يعني. مش عارف والله حليم، بس انا حاسس ان في الاخر كده عارف تحس اللعيبه. هو بس ملاعب بيراميدز ورا الزمالك بعد كده الاهلي او الزمالك بعد كده فهو اكيد بدنيا عشان بس الناس تفهم صح. اكيد بدنيا يعني انبي ملاعب زمالك بيراميدز. ايوه الحليم ان كهربا الماتش ده جاله بيلن، هو اللي عمل بيلن واتلغت عشان الكره قبلها تقريبا كانت اوفسايد. لا كان فاول او فاول صح. وجون اتلغى يعني. كهربا على فكره كان شغال قوي يعني. أيوة. في الماتش بتاع الاهلي. لا هي فرقه كويسه جدا وعندها شويه لعيبه. انا متاكد ان الصيف ده ناس كتير هتخانق عليها من الناس اللي فوق. وما شاء الله الشريعي ده مرعب. مرعب الراجل ده والله العظيم. يعني ممكن يطلع محمود كهربا يتباع ب 70 مليون. ده اقل حاجه. الراجل ده دماغه جامده فشخ يا جدعان. هالاند لازم كهربا هالاند يدفع 70 مليون. فاحنا خلينا نبدا كده على اصلا نحلل الدوري دلوقتي ماشي ازاي وفرص كل فريق. للاسف يعني انا عايز انبه على حاجه. الواد اللي وراك ده بغض النظر عشان ارسنال انا قلت في حد لا يعني انا بامل حياتي في السيزون ده مش هيحصل ان ارسنال يستحوذ على كل حاجه في الكره الارضيه في اوروبا والاهلي ياخد الدوري. انا بالنسبه لي والله العظيم يا جماعه يعني واحد ممكن يمشي ملط يا رب من الفرح. احنا يعني ممكن نبدا بارسنال على فكره. عايز نتكلم وبعد كده نخش على المحل. لا خلينا في حاجه محل اهلي. طيب انا عايز اقول ان النتائج النهارده ما فادتش اي حد غير الزمالك عادي جدا بصراحه. الزمالك هو الوحيد المستفيد، ناقصه نقطه ويحسم الدوري. الزمالك طبعا كان احسن له، الاهلي تعثر كان بالنسبه له خلاص يعني. لا هو كده الاهلي اقل فريق حظ لان هو مفيش حاجه بايده. هو الاهلي الفريق الوحيد اللي مفيش حاجه بايده.
يعني لو سالت زملكاوي الاهلي يتعثر ولا بيراميدز يتعثر هيقول لك بيراميدز يتعثر. طبعا، ما هي خلاص هو خد نقطه خلاص في اي حاله. الزمالك عنده ماتش لو كسبه لو اتعادل بس مع سيراميكا خلاص خد الدوري. واعتقد ان صعب جدا الزمالك يخسر في ماتش حسم دوري، والله ممكن. فالا بقى لو يعني سيراميكا يا جماعه لعيبه كلها اهلاويه، وانا من موقعي ده ايوه ومن موقعه ده ومن موقع ارسنال ده كلنا ورا سيراميكا قبل الاهلي. لا يلعبني المصري يا نهار اسود، عماد النحاس يا نهار اسود. عماد النحاس لا سهله، بس عايز اقول لك السيراميك لا يا عم الراجل والله السيراميك مالي، السيراميك ضمن خلاص يعني مصر مش هينافس على حاجه ومش بيدو حاجه، هو ضمن خلاص والله ما ليها علاقه المصري ده يعني. بص بس هو ما بحبوش مستحيل هو ماتش سهل، هو مستحيل طبعا كده ماتش مقرف دي حقيقه يعني فاهم، دي حقيقه. بس انت طبعا يعني بس انت دلوقتي تبقى انت بتهزر يعني انت فايق يعني. انا من ماتش الزمالك لا لا مش فايق لو انا لا اعلى دي فالاهلي فايق. الاهلي عرف ازاي يلعب للاسف في اخر 3 ماتشات في الدوري. ماله حسين الشحات يعني مش فاهم ليه حسين الشحات بره 3/4 الماتشات. لا واحنا لاعبين السنه دي 12 ماتش ديانج ومروان عطيه بعدين يعني حاجه في قمه البيض الكروي. في كاس العالم للانديه انا مش فاهم يعني تري تلعب ب2 ديفندر اصلا. انا مش فاهم والله نادي في مصر والله بجد يسرب ضيع الدنيا راجل ابن كلب. فهو انت جاي صحوه وانا كنت لسه بقول وانا بتفرج على الماتش يا ريتنا لعبنا الزمالك بدري شويه عشان احنا بنفوت كل مره. العظيم صح والله بجد يعني لو لعبنا الزمالك مثلا تاني ماتش في السبعه او قبل بيراميدز كنا هنكسب بيراميدز. بص انا مش عارف في ايه بس هو بيراميدز بقاله يعني بصراحه السيزون ده يعني هو الماتش الاولاني يعني الماتش الثاني لحد دقيقه 60 65 يا حريم انا حاسس ان الاهلي اقوى بصراحه، والاهلي ممكن يخطف ماتش. بيراميدز ضعيف قوي السنه دي اصلا. لا الماتش الاول تربيه مش تربيه على قد ما انا حاسس الفرقتين برضه كانوا وحشين قوي، بس هو الاهلي كان ضايع. بس هو بيراميدز يعني عارف فرقه وحشه وفرقه عيان وميت. ده اللي مضايقني انا كاهلاوي اللي يفرق لي ان انا ادخل احترام لكل الناس زملكاوي بيراميدزاوي اسماعيلاوي افرض شخصيتي على اللي قدامي. اللي مزعلني في اخر ماتشين ان هم تقال قوي هاديين قوي في الماتش. مفيش تربكه ولا استعجال، عارفين انها ممكن تتخبط عادي. وبيلعبوا صح. بص بمنتهى الامانه احنا ياما شكرنا في معدم الجمال صح، بس بجد من اغبى الماتشات اللي شفتها المدرب في حياتي ماتش الاهلي. طبعا الاهلي اللي بهدل النادي الاهلي في ماتش بيراميدز من وجهه نظري في الشوط الثاني، ضعف اللياقه البدنيه في الشوط الثاني، وان نازل كانت عارفه تلعب صح، بيلعب على المرتدات في مساحات ورا ظهرك اللي هو مفيش ظهر اصلا. انت رايح تبدا لعب تبني لعب من تحت حاجه في منتهى الغباء اللي عمله الزمالك بصراحه. لا وكان جايب اللي هو اول خطا صح الأول. الجون الثاني خطا بتاع حسين شحات واول خطا نفس الكلام. هي خطا دفاعي قمت انت مستغله رفع بن شرقي حط الثانيه برضو بن شرقي لما هو بص انا عندي فكره يعني عندي حاجه عايز اقولها ان انا مش عارف ليه دايما او امتى الزمالك المفروض يكسب الاهلي يعني. لا بجد والله يعني انا لو زملكاوي هتشل. بس عملوها في السوبر الافريقي. لا مش بتكلم اللي هو يكسب الاهلي اللي هو ماتش كل فين وفين وكده. انا قصدي اللي هو ينزل انت يدوس والاهلي ضايع. لا مش انت بتلاعب فريق حتى المكسب ضربات جزاء في السوبر الافريقي. انت كاهلي السنه دي انت مش شايف قدامك عندك مشاكل المفروض تدوس على الوش يعني تبقى نتيجه تاريخيه. العمال اللي في النادي انت عندك مشاكل في كل حته في النادي الاهلي. فانت المفروض نازل انت مرتاح ما عليكش اي ضغط. لعبت الاهلي مشتومه من 3 ايام من جمهورها بالاهل. بص انت بس قول زي ما انت عايز تقول يعني انت كل حاجه في صالحك. ما اعرفش ليه لعيبه الزمالك كانت متوتره كانت مستعجله ليه الغلطات. فانا لو زملكاوي هتشل والله بجد يعني ايه الهبل ده يا جدعان. بس تسمع تيجي نتعارك في ايه في الكلام يعني. اتفضل في الكلام لا مش قدام الناس. يعني ايه قال لك لا والله يعني انا رايي بصراحه ماتشات القمه ان جنرال والله ما كلام اعلام ده بجد. يعني الزمالك مثلا لما جه كسب مني السوبر افريقيا هو ضايع مفيش فلوس ولعبته اقل وانت لعبتك احسن من 20 مره وكله كان متوقع ان الاهلي هيخش يلطش للزمالك ده بجد والله. في السوبر الافريقي الزمالك خد البطوله ورجع. مباراه بصراحه ليها فاليو برضو السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك دي حلوه يعني. ماشي. فانا بحس ان هي شويه ما ينفعش تبقى اكسبكتد قوي يعني. اي نادي بينزل راكب الجيم نفسيا فاكر انه راكب الجيم نفسيا بيتضرب. لا بس بص اقول لك حاجه يعني. اللي انت بتقول عليها دي ممكن بالنسبه لي تبقى طفره
يعني ماتش كل سنتين 3 حصل سنين فايلر مره تقريبا احنا نزلنا خسرنا من الزمالك في الامارات برضو ضربات جزاء احنا كنا في ايوه. بس انت عارف التعالي اخر المكسب، انت فكره ان انت حاسس على طول ان انت اقوى بكتير، انت فاهم، والموضوع بسيط وسهل. انت ضيعت كور برضو مع خط الماتش ده. لا صلاح جمعة رفعها وبادجي ولا مش ولا بادجي تقريبا زهايمر. فانت انا بتكلم في كونسبت تاني خالص، بتكلم في كونسبت انت كزمالك هو في كعب عالي كده يعني المفروض يعني مثلا لعيبه بيراميدز عرفت ازاي تلعب الاهلي، انا مقتنع بكده. حتى لو بتخسر او كده هم بيبقوا نازلين سبحان الله بقى عشان مكافآت، عشان فلوس، عشان وات ايفر بقى. ايوه. فانت انت بيراميدز بتبقى عارفه ازاي تنزل تلعب الاهلي. انا مستغرب ان الزمالك الفريق والاهلي محتاج يدي كورسات لبيراميدز يلعب الزمالك ازاي. ده بيراميدز ده مطاشه يعني، انت على الاقل بينك وبين بيراميدز انت الزمالك بيهين بيراميدز اكتر مواجهات مباشره. بيراميدز ما اعرفش والله يا جماعه، انا مهما كان يعني انا كان بالنسبه لي حاجه ويرد جدا السيزون اللي فات لما بيراميدز كسب الزمالك 3. يعني ده كان ماتش فلته مش هيحصل تاني بالظبط كده. تحس مثلا يعني اللي هو بتقول لعبت الاهلي كسبت الاهلي مثلا في حاجه غريبه كده يعني زي ما قلت لك انا لو زملكاوي سيكولوجيا في حاجه غريبه على فكره في الناحيتين والله. لا عمر كان لوجيك ان بيراميدز يبقى بصراحه مستوى قريب من الاهلي في المواجهات المباشره، في حاجه ويرد في الموضوع بصراحه. عندك جمهور قوي جدا 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 بصراحه. بيراميدز عشان اتضغط عليه من اول ما اتعمل في النقطه دي، انا حاسس ان بيراميدز بقى بيعرف يتعامل مع ضغوطه جماهير جدا بما يرضي الله. ايفن في افريقيا على فكره لما خد دوري ابطال افريقيا حتى بره ملعبه والملعب بيبقى متقفل، بحس ان بيراميدز هادي جدا. بس عايز اقول حاجه يا مصطفى، يعني انت ده راح يعني مهما كان بيراميدز ده معمول اصلا فكرته كيانه معمول اكيد في النادي الاهلي، اكيد في النادي الاهلي، فهو طبيعي. دلوقتي الاداره اعتقد مختلفه. لا ما ابراهيم عادل لسه طالع قايل لك دايما لحد دلوقتي ماتشات بس عشان انت المنافس المباشر مختلفه، عشان انت المنافس المباشر برضه يا حليم مختلفه. لا انت المنافس المباشر مش الزمالك. طب ما الزمالك بيطلع ثالث. طب ما الزمالك برضه يعني بيبقى قريب كتير، ما شفتش كده ليه؟ وطب وليه بيراميدز بيخش في صفقاتك انت على طول؟ برضو نفس الكلام بصراحه يعني فاهم. عمرك ما شفت بيراميدز رخم على الزمالك في حاجه. اقول لك ليه برضو والله ما اقصد حاجه، بس انا بحس ان الزمالك يعني هدخل معاه في ايه لما دخل يجيب مين يعني انت فاهم. الزمالك كان بيتفاوض مع علي جبر وبيراميدز رفض. انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ والله العظيم في الاخر بيراميدز خد من الزمالك ناصر ماهر وقال له كمان بص يا باشا انت عليك فلوس هنخلص دي في دي وخد لك 30 مليون شروه. ايوه في حاجه فاهم. قالوا له تمام حلوين هات، معناش فلوس كده مش معنى ناكل فاهم. فالدنيا تمام. فالعكس بيراميدز هو مش لاقي قوه شرائيه يعاند معاها اصلا غير الاهلي. ايوه الباقي بصراحه بيتفرج. يعني بصراحه انا ستيل مصر. ايفن تقييمنا كان من 10 يا جماعه. البيزيرا حلوه. بص انا الصفقه اللي الاقيها عرفت تجيبها في صمت، ما حصلش عليها حوارات، لكن هي اما جت عندها حاجه وتفر بقى كام. يعني انت مثلا كحليم شايف ان هو مش اسطوري، لعيب لطيف فاهم. انا شايف انه لعيب جامد بصراحه. انا شايف ان هو من غيره اقسم بالله الزمالك ما كان راح المنافسه بصراحه. بيزيرا اللي بيعمل خطوره هجوميه مرعبه بصراحه. عشان احس لو محمد عبد الله كان لعب كان هيعمل نفس يا راجل والله بجد يعني. بيزيرا قوي جدا بيمينه وبشماله بيرقص وبيودي لا يعني عيب بصراحه خطر. انت حتى وانت انا متاكد اي فريق وهو بيلعب الزمالك اكيد المدرب بيقعد مع المدافعين بيبقى عامل حساب بيزيرا، مش عامل حساب الناس التانية دي خالص بصراحه. يعني انا مثلا اول ماتش اهلي وزمالك عيني كانت على بيزيرا بصراحه. هو كوكا شلفط له دماغ طوله لا بس قصير عملوا ستاند كده. انا حاسس ان احنا يعني انا حاسس ان الميديا الزملكاويه شاطره جدا في النفخ بصراحه. ده رايي بقى في النفخ فاهم. ودينا شايفين زيزو اهو. ما احنا اهو يعني عايشين 4. الميديا الاهلاويه شاطره جدا في النفخ. احنا ما نفخناش في زيزو خالص. احنا نفخنا في زيزو بالعكس. انا عايز اقول لك ان احنا نفخنا كصفقه. صفحات الاهلاويه في افريقيا لما زيزو ضيع انفراده غريبه كده راح مرجعها لورا
او لا مرجع، يا ريت رجعها لورا، مش فاكر والله عمل ايه. هو جاي يرقص حاجه نيله. يعني بدل ما يشوط كده مفتوحه عمل فيها رونالدينو. الموضوع صعب عليه طبعا يعني. صعب عليا حاسس ان انا وزيزو واحد جدا، فوارق بسيطه والله، شويه جيم وحركات زي رضا عبد الرحمن ما بيعمل لكريستيانو، هوب 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 والعب. انت فاهم؟ فانا شايف ان الحاجات دي بصراحه لا، صفحات الاهلاويه كانت كدابه قوي، وميديا الاهلي كانت كدابه قوي في الصراحه في مستوى زيزو. لا انا بص، كان في وقاحه. بص صراحه انا شايف ولا غير مهتمين بمصر ولا نيله يدافعوا عن الاهلاويه. احنا كاهلاويه ممكن نحمي لعيب او يعني نحاول ندي ثقه في لعيب، لكن وقت ما اللعيب ده هنحسه يعني ايه يا ابني اللي انت الخرا اللي انت بتقدمه ده، احنا اول ناس هتهاجم. الزمالك ايوه هم اكثر عاطفيه، هم اكثر عاطفيه، مش اكثر عاطفيه، هم اكثر تدليسا بالنسبه لي. يعني اللي انا اقعد 5 سنين، بس هيدلسوا لبزيرة ليه 4 سنين اقول على زيزو احسن لعيب في مصر، فدي كبيره قوي بالنسبه لي يعني. يعني لا طبعا انا عمري حتى وانا اهلاوي، وحتى لما زيزو جه الاهلي ما يعني قله ادب لو انا قلت كده هبقى سافر، احس ان انا في حاجه غلط. لا طبعا منحط. انا بقول لك انا هبقى منحط لو قلت زيزو ده احسن زمان او علاقتي بالكوره صعبه. هو لعيب كويس جدا وعلى فكره يعني سيبكو بس من سيزون ده سيزون ان شاء الله لما الوضع يستقر هيقدم. لا لعيب منظومه قوي وهيقدم مع الاهلي كتير جدا. قدم زينه انا ما بحبوش حبيبي. لا هيقدم وهشوف، بس مهما كان ما يعني ما يستاهلش النفخ اللي احنا فيه دلوقتي. والنفخ ده بقى هو اللي وصلنا ان زيزو ياخد 100 مليون و150 مليون والارقام دي. فهم شاطرين جدا في الحته دي، فانا مش هعتمد يعني غير بقى لما اشوف بزيرة ده في ماتشاتنا، في ماتشات كبيره بيعمل حاجه يعني الصراحه. بس ده كلام لذيذ. طيب احنا لو اتكلمنا تفصيليا بس طبعا نحاول في السخان كده. اهلي وبيراميدز تعليقك كده باختصار. ماتش اهلي وبيراميدز في كلمتين 3 4 5 6 كده. يعني انت هترجعني اليوم انا من اعبث ايام حياتي والله بجد. وضغط عالي والله انا عالي كان الكلمه دي ضغط عالي مش عاملين كده والله. مشيت بعد الجون الثاني انا ما كنتش مصدق طبعا، لان خلاص انت قبلها كان الزمالك وانبي بيلعبوا بعض وقلنا بقى خلاص الامل كله اخر 4 ماتشات اللعيبه هتنزل تسترجل والله العظيم يا احمد، وكله يعيش الوهم والاهلي ياخد الدوري. انا كنت رايح الشركه في اوبر، اقسم بالله الراجل بتاع اوبر يا احمد كان الكوره اللي الانبي دي بحس ان العربيه طلعت مطب. ايوه يلا بقى يا عم هنموت ما انا اهلاوي اهو بس على الهادي يا زمالي انت سايق يا بدر انت فاهم. مش بعد كده كوره الزمالك في تري في حاجه داخله فينا ولا ايه جنب العارضه عرفتنها. قلت انا اللي اتقرفت. انا لما اعصابي تعبت والله شغلت اليسا في اخر الحكايات، فما قعدت اسمع اي حاجه تنسيني الهبل ده. ايوه فالناس بجد كان ما اعرفش ليه برضو كنا مصدقين في انبي والله ايوه انا كنت حاسس وانا وانت كنا بنتكلم في الحوار ده. ايوه كنا جايه هي يا جدعان ويعني بس يعني نزلت بين الشوطين كده اتفرجت. لا الموضوع كان صعب مش عارف، انا حسيت ان انا بنهار والله يعني. كنت ساكت يعني خالص اول مره احس انا مش عارف اقول ايه، مش عارف ازعل او ازعل جوه يعني. مش عارف والله العظيم بجد انا متاكد ان مثلا ممكن معظم الاهلاويه كانوا كده الواحد ضغطه عالي والله العظيم فضل ساكت طول اليوم. خذلان، عارف معنى كلمه خذلان؟ بالظبط انت كنت بتعشم في حاجه اللي هو قربت والظروف اللي هي دي حاجات الاهلي بقى اللي يلا بقى يا جدعان خلاص تخطف الدوري ووهم والدوري والكلام ده. فجيت انت باوسخ اداء والله دي المشكله ونتيجه وكرامه طبعا 3-0 من فريق. انا عايز اسالك سؤال والله العظيم يعني. انا عارف والله ان الاداره غلطانه واتكلمنا في الموضوع ده كتير، بس مش اللاعب برضو في حاجات جوه الملعب في غيره وحميه كده ورجوله. تقسم علينا تقسيم في اخر 10 دقايق وقت ولا الضايع و5 دقايق قبليها يا جماعه عيب. عيب يا جدعان. يعني كان بيبقى الاثنين من الاهلي ولا حاجه واثنين من بيراميدز بس واخدينهم برويتا كده والله العظيم صح بيرقصوا في فرح عارف اللي هو وانت مع انت هم قاعدين بيرقصوا كده اقسم بالله يعني بالشارع عمال يتكعبل على وشه. هو نزل والله يحاول يعني يحاول ان هو يضغط بس هو عارف انت بيضغط هاني تحسه عامل كده عارف الايموجي ايوه عامل كده واقف على جنب وحزين دماغه ملويه ما بيتحركش ولو اتحرك حاسس ان ده هبل ومش هيجيب حاجه. لا فضيحه واخطاء ما تحصلش من فريق المفروض نازل. طب انت مش حاسس ان ممكن يكون ثرب
ليه ذنب حقير ده 100% في نقطه الاجازات وكده. منظر زيزو هو بيرجع 100% لما عمل البيلين كان عايز يعمل حاجه يعني. أيوة. هو عملها. أيوة. منظر كابتن احمد سيد وهو راجع بالسرعه دي وهو بيموت. ايوه ده مش ده طبيعي. انت مريح 100%. 16 مفيش يوم. فريق في الاخر يعني يريح 6-7 ايام. يريحهم شويه ويقوم لاعبهم ماتش ودي. مريحهم تاني. مش فاهم والله ما لقطت. بص والله ما لقطت. شفت الزينه بدني كده. هنرجع للاداره لو اتكلمنا في النقطه دي بس اصلا هتعمل له ايه؟ ما خلاص ما انت بقى القصه دي كلها نرجع للاداره واتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت. وراح لبس البطه في شرم بس خلاص يعني مفيش عبث اكتر من اللي احنا شفناه ده الصراحه من كل النواحي. الماتش ده بصراحه يعني مش انت لو كنت تعادلت مع بيراميدز حتى بس انت كان زمانك دلوقتي فرصك حلوه جدا على فكره. انت كان زمانك 51 نقطه. كان زمانك قد بيراميدز؟ لا اكتر من بيراميدز بنقطه. اكتر بنقطه. والله نقطه. مش هو هيزيد. هو دلوقتي كام؟ بيراميدز اكتر منك دلوقتي 51. هو نقطه. كان هيتشال منه نقطتين. هيتشال نقطتين وانت هتزيد نقطه. يعني هو يبقى 49. وانت يعني بغض النظر انت هتبقى ازيد من بيراميدز وهيبقى علاقه موضوع مع ذلك التعادل يخليك تاخد دوري. يتعادل مع سيراميكا انت خدت الدوري خلاص. بلس ان الزمالك كان هينهار نفسيا قدامك كمان. طبعا خلاص. كل حاجه كانت هتبقى تمام. خلاص دوري هياخدوه خلاص. وضمنت افريقيا يا عم. ضمنت افريقيا. برافو عليك. انت ركبت على بيراميدز التعادل بس يعني مش طالبين. ما كناش طالبين حاجه يعني. اوسخ حاجه كنا طالبينها. بغض النظر ان الجون مش اوفسايد وده زينه تحكيمي برضو ده حوار تاني. لا وبغض النظر ان ضربه جزاء سيراميكا انت لو دي كانت اتحسبت احنا كان زماننا دلوقتي 3 قد الزمالك او اقل من الزمالك اقل بنقطه برضو نفس الموضوع. في كوارث كده بتحصل. وجون بيراميدز لو كانت اتحسب الماتش كان هيخلص 3. بس اقول لك على حاجه والله بما يرضي الله في ماتش البيراميدز في ضربه جزاء اتحسبت على بيراميدز غلط خالص ولا ليه علاقه بضربه الجزاء. كان زمان بيراميدز برضو زاد نقطتين. هو بيراميدز الماتش ده خسر يعني تعادل الماتش ده بصراحه. كان زمان بيراميدز برضو زاد نقطتين. لكن انا بقول ان كل الظروف دي على فكره هي خدمت نادي واحد بس. احنا هنعمل عبط ماشي. والله يمين وشمال بس احنا هنعمل عبط. والاصرار الحقير مش عايزين ندخل في الموضوع طبعا كتير. الاصرار الحقير على فكره ان لازم حكم مصري هو الرد يا جماعه. عشان بس ما نقعدش نتكلم كتير والله مع بعض. الموضوع يا جماعه بسيط قوي. انا مش حاجه اطلب حليم انه يحل بيني وبين اي حد في اي مشكله غير وانا واثق في حليم. خدين بالكم انتوا وانا واثق فيه قوي يعني. حليم هيخلص لي الموضوع بما يرضيني مش بما يرضي الله. فيعني صح يعني ده باختصار شديد يعني. طيب الزمالك وانبي ارمي كلمتين عليه. الزمالك وانبي فرقتين. الماتش كان حلو جدا. فرقتين كانوا الشوط الاول لانبي الشوط الثاني الزمالك كان حلو. الزمالك كان جامد خالص. مع ان في الاخر والله انا حسيت ان الزمالك مش عارف يعمل حاجه بجد خلاص. ايوه فقد امل. يعني اللعيبه ماتت بصراحه بدنيا لان الانبي كان كنت هتلعب على دي. انت كنت هتلعب عارف الرجوله دي لو كانت عند لعيبه الاهلي والله العظيم بتكلم بجد. في ماتش بيراميدز اقسم بالله خلاص خلص والله بجد. لكن انت في ماتش فيصل زي ده وياسر ابراهيم مش عارف يلعب لك ايه وياسر يعني عمال يرفض طول الماتش. انا مش فاهم يا سيدي ده جالنا من انهي داهيه. انا ياسر ده وحياه ربنا يعني انت لا عمرك اتقال عليك حاجه حقيقية. انت ياسر رجوله ياسر بطوله ياسر مش عارف فاهم حاجه كده. لا الفكره الجون جه من زاويه اللي هو بيوري لك بقى من ورا. المخرج جاب جابه هو بيباصي في فن وعامل فيها خبيث. او في واحد من الاهلي هنا لا فانا ما فهمتش دماغه في الباص كان هو شايف ايه. اصل احنا كنا شايفين زاويه هيمه عمل فيها فنان. وانا مش فاهم اصلا هو جري غريبه جدا والله العظيم. شوف القعده يا احمد. ياسر ابراهيم باص الكوره بعدها جري عمل كده. مش فاهم دي وحياه ربنا. اصل الواد خدها 1-2 ياسر كان عايز يضغط على ده بعد كده بصل ده راح جاي ده بعد كده رجع التاني راح عامل كده. ما هو انا عايز اقول لك حاجه. انا عامل كده. انا بس بيلعب سنيك. احنا تقريبا اضعف خطوط دفاع الدوري بسبب ثنائيه ياسر وياسين مرعي دي. انا مش فاهم. سلام على ياسين. انا مش فاهم احنا ليه بنلعب بالاثنين دول مع بعض. تاني اكتر لاعب في النادي الاهلي فقد كوره وهو مدافع. انت متخيل احصائيه الازمه في تاريخ كره القدم المصريه. حياه ربنا انا ما شفتش كده يا واد يعني. وخلي بالك بقى اللي بيبقى عنده كوره وانا مقتنع الواد ده فاكر ان هو يعني لعيب محمد عبد المنعم. او حد قال له اللي انت جاي تعوض عبد المنعم 10 مرات وقال لك بس هي كوره ايه. الدنيا بس هو لسه صغير هيتطور ان شاء الله بقى يعني. لا ابوه وكيل لاعبين
معروف يا جماعه، كان عايز يسرق من عندنا كابتن بودي. ايوه كابتن بودي كابتن عبد الله السعيد. فيعني انا قلت اوصف، يعني اقول لكم بابا بيشتغل مش اكتر. بس طبعا كأسوأ اللعيبه انا يعني شايف ان هو طبعا ياسين وابوه وديانج. دول الأسوأ على الاطلاق. ديانج كان الضد الحرق كان زباله، كان ضايع. تيجي نخش على الاهلي والزمالك. خش على الاهلي والزمالك، تخش على الاهلي والزمالك. اهانه. ده بقى عكس اللي احنا قلناه بقى، يعني احنا بنفكر نقسم الحلقه دي. وحياة ربنا اهانه كرامه. انا اللي عجبني كده ان الاهلي فعلا كان ممكن يدي سكور. انت لو كنت واقف بدنيا بس، يا معلم. لو واقف بدنيا واقف ذهنيا انت كنت انا شايف كده 6-6-7 مثلا. هو اللعيبه عايزه، والله عايزه بس ما مش اجوان. يعني مش قادر الوم اللعيبه في الجزء الثاني من الماتش، والله عايزين قوي بس بيموتوا. ايوه بيموتوا، كل واحد بيموت. انا متاكد ان اصابه تريزيجيه مش خبطه. ايوه هو خلاص كل واحد بدنيا انهار. فلو اتلمس انتهى. ايوه خلاص كده، اجهاد بقى ايا كان. دي حقيقه. بس بن شرقي غريب وحسين. بس بن شرقي عمل كل حاجه. بن شرقي انت فاكر؟ ايوه انا يا جماعه اول ما بن شرقي جه الاهلي انا كلمت حليم كنت طاير. فاكر انا بعشقه ليه؟ هو لعيب مستفز. عارف انت اي حد لعب كوره ايام صغيره كده عمره. لا، واي لاعب لعب كوره فتره صغيره كده يا احمد فاهم ان الموضوع مش سهل كده. انت ليه عامله كده؟ فاهم؟ مش بسيط خالص الفينش اللي عمله ده خالص يا جماعه. ده ثقه مرعبه. ايوه ده ليفل الوحش. صح. ده المهاجم ساعات طبعا كابتن محمد شريف وربنا كان زمانه هوش 4 مرات. بيحاول يوجد مساحه عشان يقف. هو واقف في طابور فهيقعد يعمل ايه في الاخر رجع مروان عطيه ابني هجمه. هندي هجمه من اول كابتن احمد السيد زيزو كان رجع لورا بقى. ايوه برضه عشان يمكن يجي كابتن مروان يحط. انت فاهم؟ فده لعيب مرعب والله. الزاويه مقفوله وربنا مقفوله ما ينفعش. استنى يرفع رجله بس. يعني هو في الكوبري سنه وعارف بيعمل ايه قوي. انا استغربت، انا قلت ايه ده انا برضه ما فهمتهاش يعني في الاول. ايوه هي الموضوع عبيط كده. انت تحس الموضوع اهبل. طب المهاجمين دول تعبانين ليه في دماغهم؟ لا وهو عمل كل حاجه في الماتش ده. ضغط من قدام. شفت خطف اللعيب ازاي؟ اللمه دي لا بتاعت حسين باصه. الجون الثالث عادي. ده لامام عاشور ابن الذين خطف اللعيب خطفه من وراه خطوتين على فكره وهو بيتمشى. بس امام خطوتين بس. بسيط. ما هي اللعيبه دي بقول لك عشان الفن شويه موجود. حسك الدنيا في العبط منه سهله. طبيعي يا جدعان. اصلا اي ماتش بالنسبه للاهلي المفروض يبقى مفروض والله كفايه امكانيات كده. المفروض يخلص في شوط انا بلعب محمد اسماعيل يا عم. ايوه ده ايه ده خديوي ده ولا ايه؟ انا بلعب محمد اسماعيل وبلاعب لعيبه والله العظيم من ايام فاهم. ايوه انا المفروض ماتشات الدوري كلها بالنسبه لك تبقى كده وتقعد تلعب بقى في طاهر والناس دي الشوط الثاني والكلام ده. في طاهر لا هو جامد والله. اخر ماتشين راجل. انا بحبك عشان انت بتحب الاهلي بجد. انت بتعشق الاهلي وحياة ربنا. انا ما شفت يعني انا هو حسين الشحات بجد ماتشات الكبيره انا بحس الاثنين دول بيموتوا في الاهلي. بيبان الحب ده على فكره في الملعب. يعني هو ممكن بيعمل حاجات غريبه عليه. هو بيبان الحب كطاهر. بس مش الكوره. ما بيبانش لا ما بيبانش كوره. ما فيش كوره عشان تبان. بس هو بيبان طبعا بعيدا عن حسين يعني. حسين. بس هما الاثنين بيبان يا جماعه. في لعيبه في الجيل ده على فكره اللي لازم ياخد حقه والله العظيم بجد. طبعا. على فكره بقفشه كل اللي مشي بعمرو السوليه بالناس دي يا جماعه. الناس دي والله العظيم بتعشق النادي الاهلي ده بجد. والماتشات الكبيره بتطلع كاركتر كده معين. احنا عندنا نظره اعجاب زي ماتش الهلال السعودي مثلا. ايوه بيتحولوا اللي هو انت مين؟ انت ما تركبش عليا انا شخصيه فاهم. لو انا داخل اطحن مين ده اللي يطحن؟ صح. عارف مين ده اللي هي التتنيحه دي بتاعت الجيل ده. صح مش الجيل الثاني ده. صح. ده حتى في كاس العالم للانديه كان بيروح. ده عادي يعني. بابسط حاجه نسيب بن شرقي وكده كانوا في الزمالك وفرجاني كانوا لمين بعض كده وبيتضربوا على قفاهم من النادي الاهلي كل يوم. حسين بقفشه بشريف. صح. شريف. ماشي. فهو عموما لو هنحكي حاجه بسيطه يعني عن الماتش ده عشان نقفل الماتش. انا شايف ان ماتش الاهلي والزمالك كان درس. صح. كان درس يعني يعرف. ما تنساش برضو لا ويعرف برضو جزء كبير من الاهلاويه. ايوه جمهور الاهلي. وجمهور الاهلي اللي احنا بننطق بعض في مشاكلنا في اكمل. لا في مشاكل
في مشاكل ايه؟ يعني لولا المشاكل الاداريه والعبث اللي حصل كان ممكن اللعيبه دي طبعا تطلع. السيزون ده كان ممكن يبقى خرافي، كان ممكن يعني. يبقى سيزون تاني خالص. والله تعالى نتكلم برضه على فكره حظوظ كل نادي من توقعاتنا ايه. ماشي تمام. نتكلم الاول بما يرضينا. الاهلي صعبه قوي، هي مستحيله. ليه بقى؟ ما اتمناه في الوضع الحالي اكيد طبعا معروف، لكن الاقرب للواقع والتمني بيراميدز اهلي زمالك، ده اللي انا عايزه. بيراميدز اللي انت عايزه، مش يعني مش اللي انت. لا الاقرب للي انا عايزه ان بيراميدز يكسب، الزمالك يخسر، الزمالك يخسر، الاهلي يكسب والاهلي يكسب، يبقى كده بيراميدز خد الدوري وانت التاني. اصل انا بص، انا شفت سموحه، انا مستغرب ازاي الفريق ده الصراحه من اول بس ما يلعب بيراميدز انا بقول لك من الاقرب شويه، فدي مستحيل. سيراميكا ممكن لو جزت جامد ممكن تعملها مع الزمالك عادي، دي ممكن، بس سموحه انا شايفها مستحيل الصراحه من اللي انا شفته يعني. ما عشان كده مستحيل حتى يتعادل يعني. وبيراميدز هتنزل هتاكلهم، بيراميدز ممكن. فانا مش متفائل يعني، للاسف مش متفائل. حاسس ان بيراميدز هيكسب كده كده. ده كده فالدوري كده بح. فهي الفكره بقى في سيراميكا والزمالك. سيراميكا لازم يكسب، ما ينفعش يتعادل، حتى التعادل اصلا الزمالك خد دوري كبيره جدا. انا بقى ده املي ان الزمالك يخسر من سيراميكا، لان الزمالك هيدخل في عكه دوري الابطال، دوري الابطال اعوذ بالله كونفدراليه، مش هيلعب مين؟ سافر منير بنيله من المغرب، بس هي عموما ايا كان ربنا يوفقه. انا بقول لك ممكن يتعك، وده اللي انا عايزه، يتلبخ بدنيا معنويا، يفرح بزياده. نزل تلت ساعه وطلع حبيبي. يعني الف سلامه. ما اعرفش بقى، وعمر جابر مصاب ممكن بقى. انا زي ما بقول لك، انا حابب قوي ان الزمالك ياخد الكونفدراليه، وحاسس ان ده ممكن يبقى عامل مساعد جدا في ان الزمالك يخسر بس حاسه هيبقى حافز. انا حاسس ان الفرقه زي الزمالك دي دايما من نوع الفرقه اللي هي لو اتخبطت بتجر يعني. النهارده كسبوا بالعافيه رغم ان هم بيلعبوا سموحه، لو اتخبطت هتجر جامد. يعني النهارده وانا مستغرب فرقه زي سموحه دي المفروض في الوضع ده انت تنزل شيلها 3، بس هم في الزمالك مهزوز جدا والجماهير بتاعته بس انتصار فيك يعني. على فكره هم طالعين مش راضيين تماما. اكيد طبعا، هو الماتش اصلا طبعا يعني طبعا كنت عمال اقلب بين القنوات. انا كل ما اجيب ماتش سموحه ده انا مش فاهم ليه سموحه بتلعب كوره، ومش فاهم ليه الزمالك بطل الدوري هينافس بالدوري. والله بجد. وماتش سيراميكا وبيراميدز كان حلو جدا تكتيكيا. في سيراميكا ده فريق كان زمان بينافس، عشان كده الجزه دي ناس ممكن يعملها مع الزمالك. يا رب ممكن يضايق الزمالك. يا رب بقى محمد عبد الله اسوأ حاجه بالنسبه لي ان يبقى زمالك بيراميدز اهلي، دي اسوأ ترتيبه في حياتي يعني بصراحه. انا لا اتقبلها. وفكره الكونفدراليه بعد ما الاهلي تعادل شويه دي توجع سن. وبعد ما انت جايب صفقات برضو، وبعدين انت عايز تروح كاس العالم للانديه يعني. ما قدامكش غير السنه الجايه تكسبها والسنه اللي بعدها. لو ما كسبتهمش لا تكسب واحده فيهم يعني. يا ما انت مش هتطلع الجايه يعني. هيبقى بقى اللي بعدها انت لازم حياه وموت. فانت ليه تحط نفسك في الضغط ده؟ انت هتسعى. ما انت بص، انت بوظت الدنيا يعني. انت كده خلاص كاهلي خربت الدنيا. هي حسبه للاسف. مفيش اي حاجه بايدك. هتتفرج. مفيش اي حاجه بايدك غير انت المصري واقعد اتفرج وخلاص. تدعي بقى، تدعي للسوليه تعمل له عقد تاني. ايوه بقى فاهم. شوف انت هتعمل ايه. سموحه بقى يا رب والله يا رب بجد تبقى فرحه كبيره. بس هي بصراحه منطقيا زي ما بقول لك بيراميدز مش هيخسر، فبيراميدز ضامن يا مركز اول يا ثاني من وجهه نظري. انا ده رايي برضه. للاسف انت املك كله له علاقه بالزمالك. لو اتساويت في النقط معاه لو خسر ان انت تكسب انت. وانا حاسس الزمالك مش هيخسر. انا مش متشائم والله، بس يعني حاسس ان الزمالك مش هيجي على اخر ماتش في الموسم. حاسس هيخسر يعني. والاسوأ اللي ممكن يضايقنا السيناريو الاقذر على الاطلاق، مش عارف ليه، 1-0 سيراميكا وبدايه من الدقيقه 80 كده ولا حاجه 1-1 للزمالك بس. كده خد الدوري. تاني. لا خد الدوري اصلا. مفيش بيراميدز يا جماعه. انا حاسس الاحساس ده يعني. وهيبقى جون بقى تاريخي وفقوس هيقعد يدينا فقوس بقى. مش عارف ليه انا ناسيم ماتش الاهلي والمصري كده. حسن هنشيل 2 ونرجع النادي النحاس. كابتن ميدو جابر هيحطها لنا في البعيده بقى. خدوا دي. ما يحتفلش. شكرا ابن اللعيبه. شكرا يا ابن اللعيبه.
لا فعلا مرعوب. وصلاح محسن عندك صلاح محسن محسنيته نجيبه مارادونا النيل اللي بيعمل حاجات غريبه في الكوره ده والله يا لهوي. يعني انا والله العظيم دي من الحاجات نفسي اعرف كابتن حسام يجيب صلاح محسن ده بناء على ايه؟ ما هو مفيش غيره يعني، مفيش ناس الواد ده ثقافه واد فاس مفيش فلاح ده من ثقافه لاعب كبير. في ناس يا عم، غلط في مين؟ في الفلاحين يا عم. ما احنا انا فاكر في صلاح. لا خلاص له ما له عليه ما عليه يعني. هو ما لهوش هو عليه جاب جون في عليه الزمالك. فلوس ايوه والله عليه فلوس. هو اللي بدأ مديون. الهوجه دي بص كلها. اقول لك على حاجه والله بجد، لان صلاح محسن ده الله ينور عليك، صلاح محسن ده كان هي يا جماعه اللي بوس اللي داخل لانديه مصر عشان وصل له عمرو جزار ب 70 مليون يتكلم مع مستر مرعي ماشي، فبلانا بابنه ياسين، فدخلنا في القصه دي. كان قاعد تتكلم مع عبد الله السعيد، قلت له الله العظيم اللي قاعد في الاهلي وريفر اللي هيحصل. وفي الاخر بهدلنا الدنيا بقى، وكابتن تركي دخل ظبط الدنيا اللانشون ده والدنيا باظت خالص. فانا شايف ان هو كان نقطه انطلاق لدمار الكره المصريه. انا شايف كده انا شايف كده ماشي، جاب 7 اجوان خرب مصر، مش كلاعب يعني، كتركي الشيخ، كتركي الشيخ وكخطيب. اكمل، ما انا بقول لك احنا ماشيين اكمل في الحلقه وكخطيب. ما انا كل ما حاجه تيجي في دماغي ببقى عايز اغلط ولا انت ما تاخد بالك، انا مش عمال اخد بالي. ودي صوره غلط جدا يا جماعه، هو سوسه يعني هو بيغلط اكتر مني اهو. اروح اي محامي بس. فطبعا انا شايف دي الفرص اللي بنتمناها، لكن واقعيا زي ما بقول لك مكسب بيراميدز، تعادل او مكسب زمالك، مكسب الاهلي وريفر، يعني زمالك بيراميدز اهلي، ده الواقع. زمالك بيراميدز واقعيه الامور. افضل الامور زي ما بقول لك بيراميدز يكسب الزمالك، بيراميدز اهلي زمالك، ده اللي بنتمناه. مش لكن فكره بقى ان انت تاخد الدوري دي اقسم بالله مش هتحصل. حلقه خاصه والله نلبس مايوهات، انا ما عنديش ماشي والله. انا والله والبس البطه بتاع التورو واعلق صورته عندي بالبطه وهو في دهب. تيجي نعمل لو الاهلي كسب الدوري، نعمل جيف اويز بقى وكده، ونجيب ناس معانا هنا ونعمل حلقه. نجيب ناس نديلها جيف اويز. لا تدينا احنا حجمه احنا اللي توقعنا يا حبيبي. انا والله والله يعني انا مش عارف لو حصلت هنوزع جيف اويز على الناس والله. انا موافق جدا، والناس تيجي تطلع معانا في حلقه تيشرت الاهلي مثلا، حاجات صغننه للاهلي، حاجات كده عشان تكاليف بالظبط. بس يعني والله فداك يا اهل، والله فداك يا اهل، مش فداك يا طورو ولا خطيب. هو اللي بيبقى اكمل نقعد في الكويشن مارك. ماشي. انا بس يعني ده التوقعات. انا توقعي برضو زمالك بيراميدز اهلي. اوفر عاش الدوري جدا بصراحه، عاش المستويات قريبه من بعض جدا. المستويات مش كويسه بس قريبه، اسوأ من بعض لكن قريبه من بعض. ربنا يعينك كابتن حسام، وحياة ربنا ان شاء الله ايمان بس الموضوع يطلع بسيط يا رب. يعني دعواتنا يا رب من القلب كده، الموضوع ده يطلع بسيط والدنيا تعدي على خير. لان هي لو صليبي عند اسوأ حظ اللاعب انا شفته في حياتي في سنه. كل ما يبدا يجيب فورمه كويسه صح كسر مضاعف. صح. مين المستفيد؟ اداره التعاقدات بالنادي الاهلي. انه مش عارف يتشرط عليه. غير كده الكره المصريه كلها والله مش مستفيده، تخسر بعدم وجود واحد زي امام عاشور. ده طبيعي، ملوش علاقه بمستواه مع الاهلي السيزون ده، بس هو لاعب مختلف خالص. مفيش مقارنه. الكره اللي عملها بوش رجله لصلاح هم مفيش لعيب في حاجه ثانيه خالص يا جدعان. بنص رجل فرق احسن مع حد. قعدنا نقول لو فاكر احنا قعدنا نقول بين رمضان ده قبل ما يجي بين رمضان ولا امام، احنا كنا عايزين 100 جزمه على وشنا. اقسم بالله العظيم ده احنا كنا عبط. بس الواد ده لعيب كبير بين رمضان والله العظيم، ده لعيب والله يا احمد. اكمل الواد ده اتهان الواد ده اتهان بدنيا. من مين؟ هو ما لعبش غير ماتشين برضه ومريح باقي البتاع اصلا قاعد دكه. انا ايه يا عم على فكره دي لا هو اللي مش عايز يساعد نفسه. انا شايف ما هينجح وقراراته في الملعب مش قرارات. بس انا اقول لك على حاجه، لا في حاجه غلط. ما هو كان كويس اول ما غير، كان عالمي، احسن لاعب في الاهلي. بص هو كاس العالم للانديه بالرمضان ماشي. ما فيش واحد في كاس العالم للانديه مش هيبقى عايز ينزل. انا بتكلم فنيا، ما هو كله عايز يا احمد، بس مين اللي كوكا بيلعب له ماتشات حلوه. هاني يا عم في كاس العالم للانديه بيلعب له ماتشات تحسه ده، ما هو من جوه لعيب كبير يعني. عارف هاني مهما اتشتم
احنا عارفين ان هاني لو جاب فورمه لعيب تقيل جدا ماشي، مفتاح لعب قوي بس جدا. انا ما ينفعش اقعد مع بن رمضان ده السيزون كله مستواه كده، برضه وخصوصا انت امام الصف يعني فتره. انا انت لا. لو تقييمات انت انا امام ممكن الصف امشي فتره. احمد السيد. انت سيبك انت، والله انت ماشي. كنت بتدخله في الكلام كل لعيب ليه؟ انا دلوقتي بتكلم ان امام غاب فتره ما كانش فيه غير بن رمضان يثبت نفسه ويعني خلاص بقى المكان في ديلك، وانت ابدع بقى. كان بيعمل يبدع ايه؟ اوسخ ده جاي حاجات يبدع ممكن راح تحصل. ملاعب له ديانج ومروان عطيه. لا كان التاني ده بيلعبه مجنون. برمضان فضل فتره اساسي 5-6 مش ماتشات ورا فترة بعض كبيرة. اساسي. كان كويس لا ما والله كانش كان كويس. كان في ماتشات والله ما كان حلوه كويس. اللي لعب هي ماتش لما لعب واحد 1 بس. 2 رفعها تاني هو زيزو، ماتش زيزو جابها مش فاكر بالدماغ. كان ماتش البنك ولا كان ماتش مين. لا مش وادي مش دجله. البنك. وادي دجله. هو ماتش وادي جاب دجله فيه جول لما عمل تقريباً، اسيست أسيست لزيزو. بس ده اللي انا فاكره له الموسم ده. وماتش بورتو طبعا ولا ماتش. انا رايي ان هو لاعب كبير فانا بصراحه. حاسس هو لعيب كبير وامكانياته. استنى يا احمد كلنا بجد. كنا انا ضد بصراحه اي تقييم لاي لاعب السيزون ده، أنا حتى شايف احمد كده. السيد بالناس كلها. انا شايف كده الصراحه. الا ياسين مرعي. وكوكا. وكوكا والله. كوكا خلاص يعني كوكا جاب يا جماعه اخرنا. كوكا اتقيم مع 100 محلل و100 مدرب، انت فاهم. هو شخصيه عظيمه، هو طيب، شكله طيب، لكن هو كوكا فنياته كرويا صعبه جدا بصراحه، تكاد تكون معدومه. ده بالنسبه لي اكمل بس خلاص احنا خلاص. انا بس كلمه اخيره اتفضل. زاولها الجمهور الاهلي وجمهور الزمالك والكلام ده كله. بصراحه احنا انا واحمد اهلاويه جدا، بس مش عارف ليه انا ستيل عايز افضل اقول الكلام ده كل حلقه وتفر الظروف. انا عندي قناعه يا احمد بجد ان الزمالك برضه موسم تاريخي، وتفر النتيجه هتنتهي على ايه بالنسبه له بصراحه. بالظروف دي بكل حاجه الناس دي عملت، كل واحد عمل الماكسيموم في الناس دي. جون ادوارد لعيبه، مدرب مختلف معاك بقى من الحلقه اللي فاتت. معتمد جمال بصراحه، بالجمهور نادي الزمالك رقم واحد. يعني الناس دي عملت اللي عليها وزياده. جمهور الزمالك برافو 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 انكم ما ضغطتوش على، ما ضربتوش في اللعيبه، ما خبطتوش في اللعيبه بعد نتيجه النادي الاهلي. انا بالنسبه لي دي كانت خطوه، ودي قلقتني تمام وكاهلاوي يعني. وكان نفسي ان يبقى عندهم عدم وعي. انا بقول كاهلاوي بس منطق والله الامور يعني. كان نفسي يبقى عندهم عدم وعي ويخبطوا في اللعيبه. انا حاسس ان الزمالك كان ممكن يتهز اكتر من كده، كان ممكن ينهار يعني، لان ده الدعم الوحيد الثابت طول السيزون للزمالك. قد نظرهم مشوا من دقيقه 80 يعني في ماتش الاهلي بعد الثلاثه الحلوه. بس اكمل. لا انا كده اختلفت معاك على القصص دي الحلقه اللي فاتت، بس يعني تحيه لجمهور الزمالك والاهلي واسوان وكل الجماهير دي. وتحيه لجمهور الاهلي طبعا والله. صبر ايوب وحياه لا ربنا. انا دايما مقتنع ان منتاليتي يعني. جمهور الاهلي هو اللي مخلي النادي الاهلي ده في حته تانية يعني. لا بقى اداره والله ولما بيبعد والله النادي ده بينهار. النادي ده ممكن ينهار لو جمهور الاهلي شال ايده بجد والله. يعني انت يعني حد غيرك، جمهور تاني غيرك ما كانش اتكلم في المشاكل دي كلها ولا طلع لعيبه مسرح كده ولا هاجم لعيبه بعينها او يبعد عن لعيبه معينه زي ما بيبعدوا عن شيكا كده ويتكلموا عن الباقي. بالظبط انت شيكا قعد اخر 4 سنين في حياته ما تفهمش هو بيعمل ايه كل جمهور من وجهه نظري احمد بصراحه بناء على التاريخ اللي عاشه كونت جواه سمات معينه من تشجيعه للنادي ده لفتره طويله، وكلنا نفس البشر يعني. لكن الزمالك بصراحه تكون جواه عاطفه بصراحه قويه مالهاش دعوه بالمكسب. انا مش شايفها عاطفه على قد ما هي شماعه وتدليس ونفخ. لا ده بالنسبه لي عاطفه مع اللعيبه اكتر، وعاطفه مع النادي اصلا. لان فكر المنطق ان انا اشجع نادي الزمالك اصلا ضد المنطق في مصر، في حاجه غير منطقيه، لان هو نادي ما اقصدش والله انا اسف، بس لوجيكلي يعني انا ليه اشجع نادي الزمالك؟ لوجيكلي الموضوع مش منطقي خالص. وتفر بقى الزمالك قاعد يقول لك والله نادي الدوله، والله نادي اسوان، والله نادي عين السيره. في الاخر افرض بتشجع برضه الزمالك ليه يا مجنون؟ لا بص هو الزمالك برضو يعني ليه شعب. لا انا فاهم، انا بتكلم فاللي رابطهم اكتر هي جزء عاطفي من وجهه نظري جدا بنادي الزمالك. فهم بقوا جمهور اكثر عاطفيه من ان هم منطقيين في كل التحليلات، في كل مشكلة. الحب للعيبه غير منطقي. ما عنديش مشكله شيكابالا بس يعني 8 تجوان 4 تجوان في 30 ماتش يعني، واسطوره
اسطوره. يقول لك مش بالاجوان، طب بالاسيستات مفيش. انت عمل اسيست كده. انا فاكر كان الاهلي بيلعب بالناشئين، كان بس في الدفاع في وائل جمعه، كان على اليمين احمد صديق، وسط يصدرها على الشمال النووي اللي جوزيه ما الشمال. كانش موجود فيه بالظبط. ايوه هو كمان سافر ايوه برضه، خد زي طور بطه وسافر. ايوه انت فاهم؟ بس كان حاسم الدوري. وعمل اسيست كده جميل، ورفع الكره هناك لتامر عبد الحميد تقريبا، حاجه كده يعني. ايوه بس بقول لك في الاخر ما يعني مش ما كانش مؤثر قوي، لكن العاطفه بحبه. عارف تقعد بحبه، جاب بطولات بحبه، واللعب بحبه، هو ماشيه كده. فكله ماشي بالعاطفه بالقلب اكتر. الاهلي هي جينات ليها علاقه بالانتصار والقوه والمبدأ. انا شايف كده الصراحه. والمبدأ. وكلنا بنغلط، كل عناصر المنظومه ممكن تغلط فتره، منهم احنا كجمهور. بس احنا اقل ناس يعني نلام كجمهور للنادي الاهلي، لكن احنا اخطائنا. بص انا نفسي كله يعترف اخطائنا بقبول بعض الحاجات في اوقات، او سكوتنا. مش انا وحليم طبعا، احنا يعني شوارعيه بنتكلم من زمان في المواضيع دي. بس سكوت ناس كتير قوي عن حاجات ليها علاقه بالاداره، باخطاء اداريه سيئه جدا، بحاجات للعيبه، بيقبلوا ان اللعيبه تيجي النادي الاهلي اصلا بره مبادئ النادي والكلام ده. اخطائنا. جمهور الاهلي لما يرجع للوضع الطبيعي بتاع ان هو القائد بجد، هو اللي بيليد النادي، وهو انت الضابط والرابط، انت اللي هتظبط وهتربط. تاني يعني هنفضل نقول الجمله دي 20 مره، انت اللي هتعلم الاداره يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه مبادئ النادي الاهلي. انت الوحيد اللي ورثت الكلام ده، مش الاداره. الاداره ممكن يغريها، ده شخص صح، شخص شخصين 3 10 واتيفر يعني، ممكن يتغيروا، ممكن حد يغريه منصب معين، ممكن حد يغريه حياته الشخصيه ما يركزش، يغريه البيزنس بتاعه فيبعد عن الاداره شويه. برافو عليك. لكن انت الوحيد اللي عايش فرحتك بعد الشغل، زي ما بنحكي فرحتك وانت قاعد على القهوه وفرحان وسعيد بعد شغل. احمد قاعد الله الاهلي يا رب بقى نكسب بعد ما الزمالك اتعادل. انت الوحيد اللي مربوط سعادتك الشخصيه بالكامل بالنادي الاهلي حرفيا، وما بتاخدش حاجه خالص، ولا سمعه، ولا بتاخد صيت، ولا بتاخد منصب، ولا بتاخد اي حاجه. في لعيبه في النادي الاهلي قاعده مبطل زي حسام غالي وغيره بقى نواب في مجلس الشعب. ايوه كنت هتبقى راكب في مجلس الشعب وانت مثلا كنت بتلعب في الطلائع. ايوه صح. زي حسن موسى واللعيبه اللي كانت بتلعب. اقول لك زمانك بتلم عربيات. فالمهم يعني ده اللي انا عايز اقوله. جمهور الاهلي لو رجع لمكانه الطبيعي، النادي الاهلي هيرجع لمكانه الطبيعي، كل واحد هيتلم وهيشتغل بما يرضي الله واللي يرضي الجماهير. انا شفت ان اللي يشتغل الجماهير لو هي كده هيبقى بيشتغل غلط او ضد عكس مبدأ النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي. كلام من ذهب والله يا استاذ مصطفى. بس احنا لازم نخلص الحلقه دي. بس حلقه جميله. حلقه حلوه الدنيا كده يعني. انا مبسوط واحنا اتكلمنا والكلام يعني كويس ولمينا كل حاجه. وان شاء الله بقى اخر جوله دي نيجي يا رب يعني يحصل معجزه ويا رب نفضل طول عمر الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله كعبه عالي باذن الله. ويا رب يعني دعواتكم معانا كده بالتعثرات الدنيا والاخره. يا رب سموحه يلعبوا يتعلموا كوره شويه دول. يا رب السماوي الثاني يا رب نتعلم كوره. وان شاء الله بقى الحلقه الجايه نبقى نحكي بقى عن القمر ده ارسنال. نعمل حلقه دوري ابطال. دوري الابطال. ودعواتكم برضه الارسنال التعثرات. اتمنى التعثرات لجميع انديه العالم مع الارسنال والنادي الاهلي. شكرا وان شاء الله تكونوا انبسطتوا وتكون حلقه خفيفه. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والحاجات دي. ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.